تملك تونس أقدم مقهى في إفريقيا، حيث نجد في المدينة العتيقة قرب جامع الزيتون مقهى العنبة يعود عمره إلى ما يقارب 8 قرون، وقد تم بناؤه سنة 1228 ميلاديا، وسمي مقهى العنبة ذلك نسبة لشجرة العنب التي تظلل المكان وتزيد من جماليته ورونقته الأصيلة. العنبة بتسكين العين والنون وفتح الباء، كما تنطق في تونس شجرة العنب المتسلقة التي تظلل جزءا من ذلك المقهى المزدحم دائما وأبدا ما شاء الله. ودائما ما تتشارك نفس الدكة مع غرباء، فلا مكان هنا للوحدة أو للانفراد بقهوتك، فهنا ملتقى الجميع، ولا يصدف أبدا أن تجلس في المقهى ولا تقابل شخصا تعرفه. المقهى تاريخيا كان يرتاده طلاب جامعة الزيتون والمدرسة السليمانية والحرفيين والصياغ العاملين في محلات المدينة القديمة، وبحكم قربه من مقر الحكومة التونسية في القصبة أصبح ملتقى لموظفيها، ومؤخرا زاحمهم فيها طلاب الجامعة وشباب الفنانين. في العنبة يجب أن تتقبل الزحام وصوت الشباب وتجد من يتداخل معك في الحديث، فهو ليس مثل المقاهي العادية التي تفتح المجال لاستخدام الهاتف والإنترنت، وينغلق كل شخص على عالمه الافتراضي الخاص ويفقد التواصل مع رفقائه، لكنك في العنبة تبتعد عن كل ما هو افتراضي وتظل في تواصل مستمر مع الآخر. في العنبة مشروبات تونسية معتادة كالقهوة والشاي الأخضر بالنعناع وعصائر البرتقال والليمون، وتجد أيضا مشروبات من المشرق كمنقوع الخروب وعصير الكيوي والشيشة الجيدة التي يتميز بها العنبة عن باقي مقاهي المدينة القديمة بتونس. إن أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالتعليق عن مقهى العنبة، وهل زرته من قبل أم لا؟